فيكم في قناتنا ألف باء الطبخ. بتحبي الحلبة بس ما بتاكليها عشان ريحتها القوية. تعالي نتعلم أنا وياك اليوم أذكى صينية حلبة وأسهل وأبسط طريقة، كمان ريحتها خفيفة ما إلها ريحة كتير قوية بس طعمها طيب وزاكي، وتتقدم بأفخم الضيافات. ممكن تقدميها لضيوفك أو تاخديها هدية وتعمليها لأهل البيت. بنقطعها بطريقة النجمة أو أي طريقة بدك إياها. هلا بالبداية طبعا رح نتعرف على المقادير كأول خطوة. هلا بالبداية أنا بدي أعمل القطر معكم. هلا بطنجرة على الغاز، طبعا أنا لسه مشملة على الغاز. بدي 3 كاسات سكر، أي حجم بدك إياها الكاسة. أنا بستخدم المج الحجم المتوسط العادي. حطيت 3 كاسات سكر، طبعا سكر حبيبات مش سكر بودرة، سكر عادي. هلا بدي أحط عليهم كاستين مي لأن أنا هي القطر عندي كاسة سكر. حطيت عليهم كاستين مي لحد ما يغلي. هلا غلي معي القطر. هلا بدي احط عصير، معلقتين عصير ليمون. اذا ما عندي ليمون ممكن احط ملح ليمون من ربع ملعقه صغيره. بوطي الغاز بخليه من 7 دقائق يغلى، بعدين بطفي الغاز وبخليه يبرد. هلا بالنسبه للحلبه انا بدي نص كاسه حبوب الحلبه. طبعا انا هي نقيتها وما غسلتها لسه، خليتها هيك. ممكن تغسليها وتصفيها زي ما بدك. هلا بقلي على الغاز على نار عاليه بدي احمصها. كيف بدي احمصها؟ بدون لا زيت ولا مي. تحميص هاي الخطوه هي رح تخليني اتخلص من جزء كبير من ريحه الحلبه. هلا بحمصها ما بدي تنحرق بس بدي اياها تصير على حمار. هلا بس اخلص الحلبه هيك تحميص. هلا بدي احط كاسه مي واحده بس مغليه عليها واخليها منقوعه فيها ليله كامله. هلا بس اخليها ليله كامله بتنزل كل ريحه الحلبه وكل طعم الحلبه وكل اللون الغامق اللي فيها. بعدين بقى بنعمل الخطوه اللي بعديها. هسه هي الحلبه انا صارت معي او حبوب الحلبه صارت معي بعد ليله كامله من النقاع. طلعوا كيف، حتى بدي افرجيكم لون المي كيف صار غامق. اذا هي مية الحلبة هي بدي اتخلص منها، هاي اللي هي فيها الريحة القوية. طلعوا كيف ميتها غامقة. هلا بدي اصفيها بمصفاية ناعمة، بعدين احطها بطنجرة او بمقلاية او باي شي، واحط عليها مي نظيفة من الحنفية واخليها تغلى لحد ما تستوي حبوب الحلبة. اذا طلعوا هي انا جبت مي من الحنفية عادي. هلا بدي احطها بطنجرة على الغاز على العالي لحد ما تغلي وتستوي. هي ما راح تاخذ معي وقت كتير، تقريبا 7 دقايق كانت مستوية لانها منقوعة على البيوم. هلا بدنا نبلش نعمل بالخطوات الحلبة. اول شي جبت انا كاسة فيها شوية مي من مية الحلبة. بدي اختبر طبعا الخميرة. حطيت معلقة سكر كبيرة ومعلقتين كبيرة خميرة. هلا بدي اذوبهم واغطي الكاسة واخليها على جنب عشان اشوف الخميرة اذا فعالة او لا. اذا انا هيك حطيتهم على جنب. هلا بدي ابلش على جنب. هلا بدي ابلش طبعا اجهز بالمواد الجافة. بدي 3 كاسات سميد. انا استخدمت هذا المج العادي، طبعا سميد وسط او خشن، ما بينفع السميد الناعم ابدا. بدي احط عليهم كاسة طحين، وبدي احط عليهم ملعقتين كبار حبة البركة هي الحبة السوداء، وبدي احط عليهم ملعقتين كبار سمسم محمص، وبدي احط ملعقتين ل3 حليب بودرة. بدي اخلط المواد الجافة. طبعا هلا بدي انا لاني مستعجلة بدي اسرع تخميرها، فبدي احط ملعقة صغيرة بيكنج باودر ورشة ملح. طبعا مش اجباري البيكنج باودر بس انا لاني مستعجلة. هلا بدي اخلط المواد الجافة. هلا بدي احكي بالنسبة لاستخدام الطحين بس خليني احط الخطوة هاي اول شي. هلا بدي قطر، بدي 3 معالق كبار قطر من اللي انا عملته يكون بارد. هلا بدي اخلطهم. طبعا هلا طبعا بدي زيت زيتون كاسة بنفس الكاسة اللي عيرت فيها السميد. هلا اذا مش متوفر زيت الزيتون ممكن نخلط نص زيت زيتون نص زيت نباتي او مع سمنه. انا حطيت زيت زيتون كامل بس انتم بتقدروا تخلطوا مع سمنه بكون كتير زاكي. هلا بدي ضلني افرك فيها كويس لحد ما تختلط كل المكونات مع بعض وابس السميد. هلا ليش انا حطيت طحين؟ لانه عندي حبه البركه والسمسم وزنهم تقيل، فاذا ما حطيت طحين حبات السميد ما بتحملهم فبينزلوا تحت بخربوا الحلبه. اذا ما بدي احط حبه البركه والسمسم ما بحط طحين، بحط كله سميد. هلا انا حطيت الخميره. طلعوا كيف الخميره خامره ومتفاعله. هلا بدي احطهم وبدي ابلش اقلب بالسميد باطراف اصابعي وبس خفيف. اذا الطحين بس هو الهدف منه انه يحمل حبه البركه والسمسم. اذا ما انا حابه احط حبه بركه وسمسم ممكن استغنى عن الطحين واستخدم كله سميد. طبعا اذا هيك انا بدي ابسهم كويس. طبعا انا وقفت الكاميرا بسيتهم كتير منيح. هلا بالنسبه لحبوب الحلبه انا عندي نص كاسه. هلا قبل النقاع بعد النقاع بتنفش كثير، فاذا انت بدكم كميه الحلبه مش كبيره طيروا نص كاسه بعد النقاع. انا بصراحه حطيت كل حبات الحلبه اللي انا نقعتهم، يعني انا عيرت نص كاسه جافة وحمصتها ونقعتها وغليتها حطيتها كلها. هلا في ناس ما بحبوا طعم الحلبة كثير، بحبوا يحطوا نص كاسة بس منقوعة عادي براحتكم، لكم حرية الخيار. هلا بالنسبة لمية الحلبة اللي عجنت فيها انا راح احتاج نص كاسة بالضبط لهي الكمية. ممكن انتوا تزيدوا شوي حسب نوع السميد، انه في سميد بشرب وفي سميد لا، بس انا السميد اللي عندي اخذ معي نص كاسه بالضبط اللي هي من ميه الحلبه، من المي اللي غليت فيها الحلبه. لازم نعمل بميه الحلبه المغليه لان اسمها طبعا صينيه حلبه. طبعا هاي الحلبه طبعا هي طبق منتشر بالاردن وفلسطين كثير وباقي الدول، بس انا بعرف انه اكثر شيء منتشر بالاردن وفلسطين، هم حتى بسموه الحلبه الفلسطينيه. انا هيك خلصت عجنها لهيك صارت جاهزه معي. طلعوا هي حبوب الحلبه انا ما كبيت ولا شيء منهم، كل حبات الحلبه اللي انا سلقتهم استخدمتهم. هي قوام العجينه ممتاز متوسط، لا هي جامده كثير ولا هي سائله
سائلة. هلا بدي أبلش أمد فيها. طبعا لازم أجهز صينية ألمنيوم تدخل الفرن أو أي صينية عندي. أنا استخدمت صينية ألمنيوم حجم 40، إذا أنا بدي إياها حجمها متوسط. إذا بدكم إياها خميلة كتير بتستخدموا صينية أكبر، إذا بدكم إياها أقل سمكا صينية أصغر، يعني حسب الحجم. إذا بدنا إياها سميكة بنستخدم صينية صغيرة، إذا بدنا إياها مش سميكة كثير بنستخدم صينية كبيرة. هلا أنا للصينية اللي استخدمتها حجم 40، فهي كان سمكها متوسط، لا هي خميلة ولا هي خفيفة. هلا طبعا انا بدي امدها بايدي واظبط شكلها. بدي ابلش اقطع فيها على شكل نجمه. طبعا انا اول شيء بس بدي اجيب الصينيه واجيب سكين رفيعه، بدي اقطعها من النص، وبعدين اقطعها كمان قطع هيك من النص، يعني بالطول بالعرض بتصير 4 اجزاء. بعدين كل جزء بدي اقطعه 2، بتصير عندي 8 اجزاء. هلا هي مش بدها شويه تركيز هون بالتقطيع، يعني هلا كل مثلثين جنب بعض بدي اقطعهم على شكل ثمانيات برقم 8 اللي بالعربي. طلعوا كيف؟ هي بقطع هون هيك، وبرجع بقطع كمان 8 صغيرة. هلا بعدين شو بعمل؟ انا برجع باجي المثلثات اللي جنبهم بدخل الثمانيات ببعض عشان يعطيني شكل النجمه. يعني ببلش. طلعوا كيف؟ هلا كل حدا له طريقته، بس انا حسيت هي اسهل طريقه او ابسط طريقه عشان اطلع معكم شكل النجمه الصح. اذا تغلبتي طبعا من تقطيعها بهي الطريقه بقدر اقطعها تقطيع عادي، اي اشي بدكم اياه بسهل عليكم اعملوه، بس انا يعني متعوده عليها فبقطعها بسهوله. طلعوا كيف؟ هلا بس هي شكل ثمانيات متداخله، بس بدكم شوي تركزوا عشان تطلع القطع متناسقه. هلا طلعوا كيف؟ حتى هي لما تخمر كمان راح تنهض، فبدكم ترجعوا تعلموا عليها بعد التقطيع عشان لما نخبزها تعطينا شكل النجمة. هلا انا هون بالتليفون بصور فيه، انا مش جايب شكل النجمة كثير، بس منظرها بجنن، نفسي تشوفوا شكلها قد ايه حلو وهي بتطلع بالتقطيع. هلا طريقة التقطيع اللي انتم بدكم اياها، بس حاولوا علموا عليها منيح لما تقطعوها عشان ما يروح شكلها لما نخبزها. إذا أنا خلصت تقطيع تقريبا، هي هيك بالمراحل النهائية راح يطلع معي شكل نجمة بالنص. طبعا شكل نجمة كثير حلو، وبعدين منظره هيك للحلو متعارف عليه. إذا أنتم ما حبيتوا عادي أي طريقة بدكم إياها. هلا أنا هيني خلصت رفعت لكم إياها تشوفوها، يعني بس هي مش واضحة كثير بالتصوير، بس عن جد منظرها حلو. هلا لازم أخليها تخمر. شو بعمل أنا قبل ما أخمرها؟ طبعا لازم اتاكد اني قطعتها كلها قطع تقريبا تكون متساويه. هلا لازم اغطيها واحطها بمكان دافي. انا اخذت معي تقريبا ساعه لاني حاطه فيها بيكنج باودر، والجو حار ممكن بالشتاء تاخذ ساعتين ساعتين ونص. بضل تشيكي عليها انت. كيف بعرف انها خمرت؟ هي انا خمرت عندي. طلعوا كيف؟ طبعا ارتفع حجمها ومبينه انها نافخه. هلا بدي اجيب اي سكين رفيعه عندي. هذول السكاكين طبعا انا بستخدمهم للتزيين. بدي ارجع اعلم على كل الحزوز اللي انا قطعتهم عشان بالخبز ما يروح شكلها. اذا ما علمت عليها بالخبز بروح شكل النجم اللي انا عملته. فهلا انا بدي ارجع اعلم على كل الحزوز اللي انا عملتهم. طلعوا كيف مبين انها خامره. هلا انا بهاي الخطوه جبت سمنه سيحتها ودهنت وجهها. هلا في ناس بحبوا يدهنوها قطر، انا ما دهنتها قطر. ليش؟ لانه انا حطيت بالعجينه قطر. هلا القطر بعطيها لمعه وبخليها تتحمر بسرعه. السمنه بتعطينا طعم، بتعطيها طعم وبرضه بتخليها تتحمر. فانا دايما بدهن الحلبة بسمنه، ما بدهنها بقطر. في ناس بيحبوا يدهنوا قطر، اكيد بزبط وبعطي لمعه برضه بحمرها بسرعه، بس لاني انا حاطه بالعجينه قطر فما دهنتها وجهها قطر. انتوا لكم حريه الخيار، في ناس ما بدهنوها ولا شيء بتزبط. هلا بس دهنتها بدي ادخلها الفرن. طبعا على بدي احمل الفرن مسبقا واحطها بالرف من تحت على درجه حراره 180. اخذت معي تقريبا انا من 20 ل 25 دقيقه. مده الخبز بتختلف من فرن لاخر. هيني انا طلعتها من الفرن. طلعوا كيف شكلها محلاها ومحلى لونها. انا بحب احمرها بكثير، درجه التحمير بترجع لكم. هلا بدي اقطرها. بدي احكي ملاحظه على القطر، لازم يكون بارد تماما. حلبة تكون سخنه كثير او بالعكس. هلا بحط كمية القطر المناسبة عندي. وانا شو بعمل؟ خطوة صغيرة بس بعمل اول ما اخلص تقطيرها، يعني بتأكد انها تقطرت، بجيب اي صدر او صينية عندي بغطيها 5 دقايق عشان يضل وجهها طري ما تنشف. هلا بدي ارجع بس شوي اعيد على التقطيع وبدي افرجيكم قطعة منها. طبعا طعمها كثير زاكي، ريحتها بتجنن، وبعدين طرية ما تفتفتت معي ولا لزقت بالصدر ولا اشي، لاني انا كنت دهن صدر سمنة. ممكن طبعا تدهنوا طحينة زي ما بدكم. هلا اذا انا ما لزقت نهائيا عندي ولا اشي. طلع بدي اطلع لكم هلا قطعة تشوفوا محلاهم، وكمان ما فتفتت، يعني انا ما كثرت قطر. انت بتقطريها لحد الدرجه المناسبه ما تشوفيها. طلعوا كيف ما احلاها. بس انا طلعت القطعه وهي سخنه لاني انا مستعجله فلازم اطلع. طلعوا ما احلاها. طلعوا كيف الصدر ولا ملزقه ولا اشي. هي طلع. هلا بدي افرجيكم كيف حجمها. طبعا ممتاز، تخميرها ممتاز وحجمها ممتاز، هيك ارتفاعها ممتاز. اذا بتحبوها اقل سمكا حطوها بصينيه اكبر بتطلع اقل سمكه معكم. إذا بتحبوها أخمل حطوها بصينية أصغر، إلكم حرية الخيار. أنا عملتها متوسطة، لا هي سميكة كثير ولا هي رفيعة كثير. طلعوا ما أطراها ومأسكاها، عن جد إنها كثير زاكية. بنصحكم تجربوها، وإذا عجبتكم النتيجة يا ريت تشتركوا معنا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. ما تنسوا تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.
بتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم. هي طريقة كتير طيبة وبسيطة وسهلة، بس ما تنسي تحمصي الحلبة عشان تتخلصي من الريحة القوية اللي فيها، وطبعا هي كتير زاكية. انا بتمنى انها تنال اعجابكم، واذا عجبتك الطريقة وعجبك الفيديو يا ريت تشتركي معنا بالقناة وتحطي لنا لايك وتفعلي زر الجرس. يعطيكم الف عافية وشكرا لكم جميعا.